يعني أنتم في حركة نساء ضد الانقلاب، يعني لو توضحي لنا ما هي الفعاليات على الأرض وما هي آلياتكم في نشر الوعي ضد ما يعرف باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بيع جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك أيضا معركة الوعي بالنسبة لأحكام الإعدام الخاصة بالشباب الستة وفضل المولى في الإسكندرية. في الحقيقة يا فندم احنا يعني نساء مصر من اول يوم في هذا الانقلاب العسكري الغاشم وهم لم يتأخروا يعني يوما واحدا عن المشهد، ويمكن شاشات القناة عند حضرتك بتوضح نزول السيدات النهارده بعدد كبير اليوم وفي كل جمعة في كل المظاهرات وفي كل الفعاليات التي تندد بكل افعال هذا المجرم الخائن المغتصب، سواء اغتصب الارض او اغتصب العرض او احكام الاعدام التي كل يوم تنال اطهر شباب في مصر. اليوم كان هناك فعاليه لحركه نساء ضد الانقلاب، وامس كان هناك فعاليه، ومنذ اسبوعين كان هناك فعاليه، وكل يوم بسبب مختلف. كل يوم بنصحى على جريمه جديده من جرائم العسكر. اليوم تيران وصنافير، عندنا احكام الاعدامات، شباب المنصورة، شباب مذبحة بورسعيد، شباب كفر الشيخ، فضل المولى. من عامين كان عندنا قضية عرب شركس، وكانوا برضو 6 شباب من خيرة شباب مصر وتم إعدامهم ظلما وعدوانا ثم ثبتت براءتهم بعدها. اليوم في تقرير لمنظمة العفو الدولية ينضم للتقرير التي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، والتي تؤكد على بطلان الأدلة التي استدلت عليها المحكمة في حكمها. وكل هذا يضرب به عرض الحائط في عصر السيسي المنقلب الخسيس.